الشاويش عطية، أشهر شاويش في السينما المصرية من أول ما بدأت. أول مضحكاتي الجميل رياض الأصبجي، والنهاردة هنقابله في الأسطول مع سمعة. انت ما خدمتش معايا قبل كده؟ لا يا فندم، ده اول يوم ليا على المركب. ما خدمتش معايا في الجيش؟ لا يا فندم، ده اخويا. لازم خدمت معايا في البوليس. لا، ده اخويا التاني حاكم، احنا 4 توائم. لسه فيه رابع؟ الطيران يا فندم. الله يخرب بيت. بيتي يا فندم، بيتي. في الأسطول الشاويش عطية هو اللي بيستقبل رجب أو سمعة، ومعاه زمايله العسكري منير أو أحمد رمزي أبو دم خفيف، والعسكري الشيخ عبد البر أو الفنان الجميل عبد المنعم إبراهيم، وبيحاول يعلمهم العسكرية وقواعد الضبط والربط والنظام العسكري، بس على مين؟ بررم، شغلتك على المدفع بررم. ما هو يا شاويش عطية قصدي الحكاية. اخلص. مع خفة دم منير وعبد البر وقبلهم رجب بغباء وعفويته، بيتقلب الموضوع بضحك للركب عشان يعملوا لنا أحلى مشاهد وإفيهات مش ممكن ننساها مهما كبرنا أو عدت علينا السنين. مش ممكن يكون في 4 منه. انا ما اديش عقلي لغيري ابدا. شخصية الشاويش عطية ظهرت في أفلام إسماعيل ياسين، وليهم مع بعض مواقف ومغامرات مش ممكن تتنسي باختلاف موضوع الفيلم أو أحداثه، خصوصاً إن الأصبجي من كتر ما عمل الدور ده وتوحد معاه، الناس بقت تنسى اسمه وتفتكره بس بالشاويش عطية. وده سر عظمة الفنان اللي بيقدم كاركتر محدش قدر يعمله لا قبله ولا بعده، الفنان الجميل صاحب الكاريزما المميزة رياض الأصبجي.